قول لي واش بصح الذكاء الاصطناعي يقدر يتحكم في العالم ولا غير هضره ديال الافلام؟ ولا صاحبي راه ماشي غير هضره ديال الافلام. الذكاء الاصطناعي ولا جزء من حياتنا اليوميه، كاين في الخدمه، في التعليم، وحتى في القرارات اللي كناخذوها يوميا. شركات كبار بحال جوجل، اوبن اي اي، مايكروسوفت كتصرف ملايين الدولارات باش يطوروا الاي اي، حيت كيظنوا انه ممكن يولي اذكى من الانسان في شي وقت. المشكل انه الا خرج على السيطره اي خطا صغير يقدر يكون عنده تاثير كبير على العالم. والشخص اللي وقف على هذه الثوره هو سام التمان، المدير التنفيذي ديال اوبن اي اي. شكون هو هذا سام اصلا وكيفاش وصل لهذا المستوى؟ سام تزاد في 1985 وقرا في ستارفورد، ولكن خرج في 2005 وبدا المشروع ديالو، واحد التطبيق اللي سميتو لوبت. هذا التطبيق باعو من بعد ب 45 مليون دولار، وهذه كانت هي البدايه ديالو في البيزنس. ومن بعد دخل في عالم الاستثمار وبدا كيدعم الشركات الناشئه حتى ولا اسم معروف في السيليكون فالي. وهنا بدا الاهتمام الكبير ديالو بالذكاء الاصطناعي. ولكن علاش ركز بزاف على الذكاء الاصطناعي بالضبط؟ سام التمان تاثر بفكره الاطار الفعال اللي كتقول انك خاصك دير الخير بطريقه ذكيه تكون على المدى الطويل. هو شاف ان الذكاء الاصطناعي يقدر يكون اداه قويه باش يحسن الحياه ديال الناس وتحل مشاكل كبيره، ولكن في نفس الوقت كاين خطر كبير الا ما كانش الاي اي تحت السيطره. اي خطا ممكن يضر بزاف. من هنا جات الفكره ديالو تطوير اي اي يكون مسؤول ومراقب باش يقدر يساعد الناس بلا ما يسبب مشاكل. ودابا كيفاش دخل فيه عليا لهذا المجال؟ 2015 تعاون مع ايلون ماسك وداروا اوبن اي اي. الهدف كان تطوير ذكاء اصطناعي كيخدم البشريه وما يكونش خطر عليها. في البدايه كانت اوبن اي اي مفتوحه المصدر باش اي واحد يستافد منها، ولكن مع الوقت المشروع كبر ولات المنافسه كبيره بزاف. شنو هو الاي جي اي عاوتاني اللي الناس كاملين كيهضروا عليه؟ اي جي اي هو ذكاء اصطناعي عام، يعني يقدر يتعلم اي حاجه بحال الانسان ولا اكثر، ماشي غير مهمه وحده، ولكن يحلل ويفسر وياخذ القرار في مجالات اللي مختلفه. الا تحقق غادي يكون اقوى اختراع في التاريخ، ولكن في نفس الوقت يقدر يكون خطر كبير الا ما تحكمناش فيه. وشكون كيتنافس في هذا المجال دابا؟ شركات كبار بحال جوجل دخلات بقوه، خصوصا اللي شرات ديب مايند. في 2017 خرجت فكره ترانسفورمر اللي بدلت الاي اي كامل. اوبن اي اي استغلت التكنولوجيا وطورتها ولات قريبه بزاف من انها تحقق تقدم كبير. ولكن علاش اوبن اي اي تبدلت من شي حاجه مفتوحه لشبه مغلقه؟ في الاول كانت مفتوحه باش كلشي يستافد منها، ولكن مع تطور الاي اي بداو كيخافوا ان شي واحد يستخدم هذه التكنولوجيا بشي حاجه خايبه. هذا الشيء خلاهم يحدوا من الانفتاح ديالهم باش يتحكموا في التكنولوجيا اكثر. ومن بعد دخلت مايكروسوفت باستثمار كبير، ولات الشركه عندها طابع ربحي، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ينتقدوها. وشنو اللي خلى شات جي بي تي يولي بهذه القوه؟ شات جي بي تي وصل لمليون مستخدم في 5 ايام و100 مليون في شهرين. هذا الشيء ما عمر وقع لشي تطبيق اخر بهذه السرعه. السبب هو انه سهل في الاستخدام وكيجاوب على اي حاجه بالزربه. وهنا فعلا بدات ثوره الاي اي في العالم. سمعت بلي اوبن اي اي فايت طردوا سام التمان، واش بصح؟ في 2023 جراو عليه حيتاش قالوا انه ما كانش صريح. اللي فهمت من هذا انه ما كانش صريح، خبى عليهم شي حاجه وما قالهاش، خصوصا في القرارات المهمه. طبعا الفريق ديالو ما عجبهمش الحال وداروا احتجاج، حيت التمان كان من اهم الناس في الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء اللي غادي يخلي بزاف ديال الشركات يتسابقوا عليه بحال مايكروسوفت اللي كانت جاهزه انها توظفه مباشره من بعد ما جراو عليه اوبن اي اي. ولكن من بعد رجعوه يخدم كسيو ديال اوبن اي اي، وكان هذا انتصار كبير ليه والفريق ديالو. دابا قول لي شنو هو النيفو اللي وصل ليه الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ولا حاضر في كل شيء، حتى في العلاقات. بحال فيلم هير اللي تفرج فيه غادي يفهمني. كاين ناس ولات كتعتمد عليه في القرارات اليوميه وفي اي حاجه كديرها. الشركات كل نهار كينفيستيو ملايين الدولارات باش يطوروه ويخليوه يحسن، وانا متاكد من هنا الفوق غادي يولي شي حاجه اللي مستحيل عقل كيتخيلها، ايجابيا ولا سلبيا ما نعرف. شكرا ليك بزاف. ولكن كيفاش كتعرف هادشي كامل؟ سهله، كنعرف هادشي كامل حيت داير فولو ليوسف، ودير حتى انت فولو وخليني نكمل هاد العصير. نتلاقاو في الفيديو الجاي.